وليه الواحد لما بيبقى في لحظة صفا بينه وبين نفسه بيلاقي أغنية اشتغلت تغير ساعتها كل مشاعره، وهيلاقي قلبه اتشد من أول كلمة. بس الغريب هنا هي ليه الموسيقى بتخترق مشاعرنا بالطريقة دي؟ بس الموضوع مطلعش صدفة، دي حاجة اسمها العلاقة بين الموسيقى والعاطفة، وده مجال اتعملت عليه أبحاث في علم النفس والأعصاب. يعني مثلا جامعة هارفارد نشرت أبحاث بتقول إن الموسيقى بتفعل أجزاء من المخ مسؤولة عن الذاكرة والمشاعر. يعني مثلا لو شغلنا أغنية للفنانة أنغام وهي بتقول هتلاقي ساعتها مشاعرك اتحركت، لان ده بيشغل جزئين في المخ ودول المسؤولين عن المشاعر اللي هما الاميجدلا والهيبوكامبوس. وباختصار الاميجدلا هي اللوزة العاطفية، بتحسسك بالخوف او القلق او المشاعر على الناس اللي كانت حواليك. الهيبوكامبوس فدي اللي بتحافظ على التفاصيل والوقت والمكان والذكريات. غير ان حصلت دراسة في كندا في 2011 بتقول ان الموسيقى ممكن تزود من افراز الدوبامين، والدوبامين هي المادة المسؤولة عن المتعة والسعادة. يعني المشاعر فعلا بتتحرك مع الموسيقى، مش مجرد وهم وخلاص. ده غير بقى الموسيقى الحزينة اللي هي الحزن الممتع. يعني ساعات الواحد بيبقى عايز يسمع حزين مش علشان يقفل من حياته، لكن علشان يفضفض، وده اللي بيعمل نوع من الراحة النفسية. يعني الموسيقى الرومانسية أو الحزينة بتشتغل على مناطق مختلفة في المخ، وبتفعل مشاعر زي الألفة والاشتياق، وخصوصا لما الأغنية ترتبط بذكرى معينة. أديك مثل بسيط، لو أنت في مواصلة معينة واشتغلت أغنية لتامر حسني زي مثلا أغنية بعد مؤقت وهو بيقول خلينا نبعد فترة، هتحس ساعتها ان السؤال موجه ليك انت، وهتسرح مع الاغنيه. وده اللي اسمه الذاكره الموسيقيه العاطفيه، اللي ممكن اغنيه واحده تفكرك بشخص او بموقف او بفتره كامله من حياتك عشتها. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات وتشترك في القناه.